قال التصدي لأي عدوان خارجي. المناورات هذه شملت إطلاق صواريخ من سفن بحرية، والأنباء تشير إلى أن المناورات ستشمل خلال الأيام القادمة قوات جوية وبرية. وزير الدفاع حضر المناورات وأثنى على ما وصفه الأداء المتميز للقوات البحرية التي أظهرت مستوى مرتفعا من التدريب القتالي حسب رأيه. ميدانيا، أزمة العنف في البلاد تتسع رقعتها، فمدينة حمص لا يكاد القصف فيها يهدأ لساعات حتى يبدأ من جديد. جرح من الأطفال والنساء والشباب، ومن لم يجد له مكانا للعلاج قصد تركيا مع مئات اللاجئين الفارين من رحى الحرب. بعثة المراقبين الدوليين أجرت جولة في مطار دمشق الدولي، كما واصلت زياراتها التفقدية للمدارس والمستشفيات. نزور المستشفيات للتحقق من عدد الضحايا من توافر المستلزمات الطبية، كما نجري زيارات للمدارس للتأكد من وضع القاطنين فيها باعتبارها تستخدم كمأوى ومسكن للنازحين الذين فروا من ديارهم. إذن الأوضاع الميدانية في سوريا تتطور أحداثها في كل دقيقة، وأمام كل ما يجري يبدو أن المجتمع الدولي ما زال يواصل مساعيه بغية الوصول إلى حل في ظل تصريحات بدأت تنذر بأن الوضع يتجه نحو الانهيار.